العيدية دي لو صرفتها هتخلص، بس لو عملت التكنيك ده ممكن حرفيا تشتري اي حاجه نفسك فيها. معلش يعني انا ما باخدش غير 300 جنيه عاديه، اجيب ايه معلش بيه؟ طب ولو قلت لك انك هتاخد 30 جنيه بس مش هتاخد ال 300 كلهم اصلا؟ التكنيك بسيط جدا، بيقول انك هتحتفظ ب10% من اي فلوس تجيلك في اي حاجه. خدت مصروف 10 جنيه هتاخد منها جنيه، خدت مصروف 100 جنيه هتاخد منهم 10 جنيه. هتيجي بقى في اخر السنه هتاخد كل الفلوس اللي انت حوشتها دي وتعدهم، لو المبلغ طلع كبير هتشتري بيه سبيكه دهب، طب لو المبلغ طلع صغير هتشتري بيه سبيكه فضه. طب ايه لازمه الكلام ده كله؟ والله الفلوس دي انا لو حطيتها بكره في جيبي هجي بعد 10 سنين هلاقيها نفس المبلغ، مش هتزيد جنيه ولا هتقل جنيه. لكن لو حطيت الفلوس دي في سبيكه دهب او فضه، الفلوس طبعا سعرها بيعلى كل ما الدهب بيعلى. انت هتعمل الحركه دي لحد ما واحده واحده تلاقي نفسك جمعت الحاجه اللي انت عايزها، جمعت فلوس شقه، جمعت فلوس لابتوب، جمعت فلوس ايفون، براحتك بقى. سايب الفيديو ده عندك وتعالى بعد سنه قول لي انت حوشت كام، او بعد شهر، في ناس بتاخد فلوس كتير عادي. لو عايزين نعمل لكم الفيديوهات دي كتير قولولي وهعمل لكم، حاضر عينيا. باي.